ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. سنة 1816 كوكبنا عاش واحدة من اقدم الامثلة المتسجلة لتغيير المناخ العالمي، وكل حاجة بدأت تحديدا مع صوان بركان جبل طنبورة في اندونيسيا سنة 1815، وده اللي ادى لجفاف وقتل المحاصيل وتغيير الطقس وتسبب في انتشار الامراض وزعزعة استقرار الانظمة المختلفة. وعلشان كده النهاردة في الفيديو بتاعنا هنقوم بإلقاء نظرة على سبب شهر سنة 1816 كالسنة الوحيدة اللي كانت بدون فصل الصيف. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وفي البداية جبل طنبورة ده بيقع في غرب نوسا تجارة في الجزء الشمالي من سومباوا على أحد جزر سوندا الصغرى. وصوان 1815 واللي اتصنف كأكبر صوان بركاني تم تسجيله في تاريخ البشرية، مع اعتقاد بعض العلماء انه بيعتبر اقوى ب4 ل 10 اضعاف من صوان كركوتوا، واللي حصل سنة 1883. وبعد كده العالم واجه واحدة من الأحداث الجيولوجية الأكثر صعوبة وتهديد، لكن مع ذلك مر بعض الوقت قبل ما العالم يبدأ يحس بالتأثير ده. وأثناء الفترة دي كانت أوروبا بتترنح من حروب نابليون، والولايات المتحدة كانت بتقوم ببناء دولة جديدة، وأسرة تشينج الصينية كانت بتتابع خطة إعادة توطين عدوانية، في حين إن عمود الرماد الهائل ده كان بيشق طريقه عبر العالم كله، واللي فرض ضغط إضافي على كل المواقف دي ونشر الفساد في معظم المجتمعات. وعلى فكرة الصوان البركاني ده بدأ بالتحديد في 5 أبريل سنة 1815، وعلى الرغم من حجمه المعتدل إلا إنه كان أول صوان بيكون مصحوب بصوت انفجار عالي جدا كان من الممكن سماعه من على بعد 900 ميل تقريبا. وفي اليوم التالي بدأ الرماد البركاني يتساقط في بلدة جافا، والأصوات الانفجارية كان من الممكن سماعها من على بعد حوالي 6500 ميل. وبحلول الليلة دي ارتفعت أعمدة اللهب للسماء، وجبل طنبورة نفسه كان متغطي بالنار، والحمم البركانية تدفقت من جميع جوانب البركان للبحر وأدت لتدمير قرية طنبورة بالكامل. والتقديرات بتشير إلى إن حوالي 10,000 شخص ماتوا في بداية تدفقات الحمم دي، وكمان 70,000 واحد بعد كده في الأشهر اللي جت بسبب المرض والجوع. والانفجار ده حصل على مؤشر انفجار بركاني من 7 على مقياس بيوصل ل8. وطبعا زي ما احنا عارفين في عصرنا الحديث اكيد كلنا بنسمع باستمرار عن اثار ظاهرة الاحتباس الحراري، بس لما نرجع لسنة 1816 هنلاقي ان الانفجار ده اتسبب في موجة مزعجة مماثلة من التبريد العالمي، واللي قيمتها وصلت ل3 درجات. وده طبعا كان ليه عواقب واسعة النطاق، فسحابة الرماد السوداء الناتجة عن البركان شقت طريقها لطبقة الاستراتوسفير وعكست ضوء الشمس الوارد وبردت الأرض، واللي راح دي عطلت أنظمة الطقس وزودت سقوط الأمطار في نص القرى الشمالي. وأوروبا والصين وحتى أمريكا الشمالية كلها شهدت درجات حرارة أقل من المتوسط في السنة دي، ومعظم المحاصيل تم تدميرها، وفي سد جليدي اتشكل بالكامل في سويسرا عند منتصف الصيف تقريبا. وتم توثيق حدوث الفيضانات في الصين والهند، ويقال كمان ان هي تسببت في ظهور الكثير من مجاعات البطاطس اللي انتشرت بين القرن ال18 وال19 تقريبا. والامطار استمرت لمدة 8 اسابيع في ايرلند، وبالتالي ماتت المحاصيل المحلية هناك. وده أدى لظهور وباء تيفوس من سنة 1816 لسنة 1819، واللي تسبب في وفاة أكتر من 100,000 شخص تقريبا. وظهرت سلسلة جديدة من وباء الكوليرا، واللي أدت لحدوث بعض التغيرات الكيميائية في التربة، واللي في نهاية القرن العالم كله بدأ يحس بأثرها. وللأسف الكوليرا أودت بحياة الملايين من الناس. ده غير كمان إن في كمية كبيرة جدا من الكبريت اللي انبعثت من جبل طنبورة، ووفقا للمؤرخ جيلين دارسي وود فإن الحمولة الهائلة من الكبريت تم حقنها في طبقة الاستراتوسفير، ونتج عنها سحابة غبار جوية حجمها بيوصل ل100 كيلومتر مكعب من الحطام، وبعدين دار العمود العظيم ده اللي حجب أشعة الشمس عند خط الاستواء في غضون أسابيع قبل الانجراف ناحية القطبين.
وقال كمان إن العمود ده يتسبب في إحداث فوضى في أنظمة الطقس الرئيسية لمدة 3 سنين تقريبا. ومن المثير للاهتمام إن في مكان واحد بس البركان فشل في التأثير على الانخفاض الكبير في درجات الحرارة فيه، واللي كان في القطب الشمالي. والموضوع انتهى بتناقض غريب، والرياح الدافئة تم دفعها ناحية الشمال، والجليد في القطب الشمالي اتعرض للذوبان، واتشكلت مسارات جديدة في المناظر الطبيعية المتجمدة المجهولة. والبحرية البريطانية كانت على أمل العثور على الممر الشمالي، وبالتالي أعدت ليه مجموعة من الرحلات الاستكشافية لاختراق الأراضي المتجمدة اللي محدش قدر إن هو يوصلها قبل كده. وأول رحلة استكشافية تم إطلاقها سنة 1818 برئاسة الكابتن جون روس، ووصلت للشمال بس علشان تلاقي إن أنماط الطقس استقرت وإن مسارهم احتمال يكون اختفى. ومع ذلك في السنوات اللي بعد كده المستكشفين البريطانيين وبعض الدول التانية واصلوا إطلاق رحلات القطب الشمالي دي. وزي معظم أنحاء العالم، مقاطعة يونان الصينية واجهت عواقب وخيمة بسبب الجبل ده. فتأثير الطقس البارد والأمطار اللي بتتساقط في غير الموسم بتاعها أدى إلى تعطيل محصول الرز السنوي، واتجاه المزارعين اليائسين بعد كده لنبات الخشخاش، واللي كان بيستخدم بشكل رئيسي لإنتاج الأفيون. وباعتبارها واحدة من الصراعات الاقتصادية المحددة في القرن ال19، تجارة الأفيون الصينية أدت لتمردات كبرى أودت بحياة الآلاف من البشر. وكمان ولدت بعد كده المثلث الذهبي لإنتاج الهيروين الحديث في جنوب شرق آسيا. وفي الفترة دي توماس جيفرسون أدرك القواسم المشتركة بين انهيار محاصيله وصوان بركان جبل طنبورة. ففي سنة 1816 تقاعد جيفرسون من الرئاسة وانتقل للزراعة في مونتسيلو. وذكرت الصحف في الوقت ده إن معظم المزارعين في ولاية فيرجينيا كانوا بيواجهوا محاصيل أقصر بمقدار النص أو التلات أرباع تقريبا. وبالتالي جيفرسون واجه مخاطر مالية كبيرة في السنة اللي من غير صيف دي، وكان مضطر إن هو يتقدم بطلب للحصول على قرض لتغطية نفقاته. لكن على الجانب الآخر برضه آثار الانفجار ده ما كانتش كلها سيئة، فالصوان ده برضه ساعد في ولادة واحدة من أعظم الثورات على الإطلاق. ففي سنة 1816 ميري جيدوين، واللي كانت على وشك إن هي تبقى زوجة بيرسي تشيلي، سافرت مع أصدقائها لبحيرة جنف لقضاء الأجازة، واللورد بارون كان معاها وقتها. ولما حاصرهم الطقس السيء اللي كان ناتج عن الثوران، دخلوا منزلهم وقضوا بعض الوقت فيه. بس في الليلة دي ميري ذكرت إن هي شافت رؤية مخيفة في حلمها، واللي دفعتها بعد كده لتأليف رواية فرانكشتاين، واللي طبعا لا تزال تعتبر من أشهر الكتب المكتوبة على الإطلاق لغاية النهاردة. والجدير بالذكر إنه على الرغم من إن هي فازت في مسابقة القصص المخيفة، إلا إن باريون برضه دخل بعد فترة قصيرة من ضمن قصص مصاصين الدماء. فكل حاجة بما فيهم دراكولا وتوايلايت بيدينوا بوجود باريون مصاص الدماء ده. وبالتالي نقدر نقول إنه لو ما كانش في سنة بدون فصل الصيف، كان احتمال ما يكونش عندنا لا فرانكشتاين ولا حتى دراكولا كمان. وكختام أحب أقول لكم إن كوكب الأرض بيعتبر موطن لأكتر من 20 بركان ناشط، ورواسب الصحارى الضخمة دي بتتمتع بقدرات مذهلة، وممكن تكون بعض الأشكال الأرضية الأقوى من طنبورة كمان. والحقيقة إن معظم البراكين الهائلة دي ممكن تنفجر في أي وقت بدون حدوث الزلازل حتى، وتقدر تأثر بشكل كبير جدا على المناخ بتاعنا. لكن على الجانب المضيء، فمهمات الحمم البركانية دي بتحصل مرة واحدة بس كل 100,000 سنة تقريبا، وده بيعتبر من حسن حظنا احنا طبعا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.